عشان انا بصراحه جبت اخري. مش لاقيه. بصوا ما شاء الله، زي شكل الطعميه كده ولا ايه مش عارفه. يلا بينا على النار بقى. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم؟ النهارده مش هطلع بقى النهارده، بس هوريكم الاكله الجميله دي. حاجه جميله زي شكل الطعميه كده ولا ايه مش عارفه. بس هي اكله انا عملتها، شفتها لقيت حد عاملها، رحت عاملاها زيه بنفس المقادير وبنفس اللي انتوا شايفينه دوت. قلت بقى بتغيير، بدل البتنجان بقى ما نقليه كل شويه ونعمل برضو نفس الموضوع، قلي البتنجان. فدي حاجه غريبه كده شويه، بتنجان على بطاطس مهروسه مسلوقين. فدي جميله قوي، ومن غير لا لحمه ولا فراخ ولا سمك ولا اي حاجه. حاجه جميله كده وطعمه، والله لو دوتيها طعمه قوي. بس اللي بيطهق بقى يعني من الموضوع بتاع القليه والحاجات دي، اللي هي انك تكوريها كده وتحطيها في البقسماط والحاجات دي، اللي بيطهق من الحاجات دي باش يعملها. انا بنصحكم يعني، عشان انا بصراحه جبت اخري. عامة يعني انا مش هطول عليكم، يا رب تعجبكم بس الاكله دي وتجربوها. هي حلوه والله وطعمها جميل جدا. بصوا منظرها يعني حاجه، بصوا روعه مش لاقيه. بصوا ما شاء الله، بصوا الجمال، ومقرمشه وطعمها تحفه تحفه، والله والله طعمها تحفه. انتوا عارفين يعني اما اقول على حاجه تحفه طعمها جميل جدا. بس يلا بينا بقى على المطبخ عشان ما اطولش عليكم، ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي. وادي المقادير معانا اهو زي ما انتم شايفين، حاجه اقتصاديه وجميله على القد الايد. بص ده سمسم، ممكن نستغنى عنه خالص، يعني ممكن نستغنى عنه خالص ويكفي دي خالص، يكفي دي بس تمام. بس هو بصراحه انا عملتها قبل كده لقيتها بطعم السمسم حلو قوي. هنا البتنجان انا جايبه بتنجانتين كده زي ما انتم شايفين. هنا 3 بطاطسيات صغننه كده قطعتهم مكعبات. بقدونس للتزيين، وبرده هاخد خضره كده مع الحاجه. ده معلقتين بقسماط. ده سمسم. ده اللي هو اللي انتوا عارفينه طبعا، البقسماط اللي احنا بنعمل بيه الذره، ده بقسماط الذره اللي بنعمل بيه البانيه. هنا بصله كبيره متقطعه اهي. وهنا ملح وفلفل وكمون وبابريكا، بس فقط لا غير. هي دي المقادير بتاعتنا، وحاجه سهله وجميله قوي. هنا بقى انا هاخد البتنجان هحطه على النار اسلقه، وهسلق البطاطس، وبعد السليق بقى نشوف هنعمل ايه. بص انا حطيت اهوت البتنجان يغلي اهوت ماشي. اول ما يستوي هوريكم برضو عملنا ايه. وادي البطاطس برضو اهي حطاها في الميه بتغلي تمام. اول ما هتستوي برضو هنشوف هنعمل ايه، فهنسيبهم كده شويه لغايه ما يستووا، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. هنا خلاص اهوت البتنجان اهو، بصوا ما شاء الله استوى. بصوا انا محضره ميه ساقعه جنبي هنا، ميه ساقعه من التلاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. هحطه على طول فيها عشان اعرف ايه امسكه اهو اهو تمام كده. وهنا البطاطس اهي استوت برضو اهي. بصوا ما شاء الله استوت ودابت سوا يعني. بس هو ده اللي انا عايزاه، عايزه البطاطس تستوي كده، عايزه البتنجان كده، وانا حطيته اهو في ميه ساقعه. وهنبتدي بقى نشتغل بقى بالحاجه بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. ادي البتنجان اهوت بعد ما قشرته زي ما انتم شايفين كده اهو. قشرته كده، طبعا مش شرط يعني يبقى فيه قشر ولا اي حاجه، يعني قشره صغيره ولا حاجه مش مشكله. قشرته. وادي البطاطس اهي بعد ما اتسلقت، وهنبتدي بقى نشوف نعمل ايه بقى. ادي البصل اهو، هنحط البصل الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بقى هبتدي بيها، حطيت البصله هحط عليها كل التوابل. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده. ادي الملح والفلفل وكده الكمون والبابريكا بس كده. ونمسك بقى البصله دي نديها كده ايه، سامعين؟ نديها هرسه كده بايدينا. هنا بقى خلاص اهي دبلتها، بصوا اهي تبلتها حلو قوي كده بالملح والتوابل وكده. هحط بقى عليها، نركز بقى كده شويه، احط عليها البطاطس نهرسها الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا اهو خلاص هرستها حلو قوي كده، البطاطس مع البصل مع التوابل تمام كده، حلو قوي قوي.
ننزل بقى كده بس كده. هنا بقى هنحط البتنجان. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده اهوت اتهرس حلو قوي تمام كده اهو. يبقى نفس المنظر ده اهو. شكرا شكرا كده للهراسه. بس كده اهو. نيجي بقى ايه، نحط حبه خضره اهو، تديها بس يعني منظر كده ولون، وبتدي طعم والله. تمام كده. نيجي بقى المعلقتين الكبار اللي احنا قلنا عليهم بتوع البقسماط، نحطهم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه بقى حطينا معلقتين البقسماط دول؟ عشان نعرف نمسكها ونكورها ونعرف نقليها. فدي هتمسكها، تديها تماسك شويه زي اللحمه بالظبط لما بنحط لها كده وتمسكها معانا. هنقلب بقى كله كده ببعضه حلو قوي. ادي اهوت كده حطيت عليها معلقتين نشا ومعلقتين بقسماط. نجيب بقى حبه ميه كده، كل ما تلاقيها طريه اعمليها، يعني كل ما تلاقيها طريه حط لها حبه نشا او حبه بقسماط. ايوه زي الطعميه بالظبط. تمام كده اهو. نحط كده، نحط عليها كده السمسم كأنك بتعملي طعميه بالظبط اهي. هلمها كده، ما تقلقيش، هي هتتحط في الزيت وهتمسك نفسها، مش هتبقى فيها اي حاجه. تمام كده اهو. نعمل واحده تاني، نحط كده. هي والله طعمها تحفه، بس هي كانت المفروض تقعد في التلاجة شويه كده مثلا او الفريزر، بس بقى ايه مفيش وقت بصراحه. بص هنا هي خلاص بعد ما خلصتها، طبعا بعد غلب وعذاب بصراحه، خدت مننا مجهود جامد. هنا بالبقسماط زي ما انتم شايفين، الذره اللي هي اللي احنا بنجيبها دي الفيجيتار، وهنا بالسمسم. تمام كده. هاخدها بقى يلا اقليها على البتاع دوت على الزيت. وعايزه اقول لكم صدقوني اللي ما عندوش خلق ما يجربهاش اصلا وما يعملها. عايزه صبر، عايزه صبر، لان العجينه كانت عايزه ايه شويه شويه تقعد كده في التلاجة، وشويه دقيق شويه، بس انا بقى ما حطيتش بصراحه عشان ما تغيرش طعمها. فخلاص كده اهوت هروح بقى اقليها في الزيت. المهم ان هي ما بتفكش في الزيت يعني، ما تقلقيش. يلا بينا بقى على الزيت ونشوف هتطلع شكلها. بس عايزه اقول لكم والله طعمها تحفه. يلا بينا على النار بقى. هنا هحط بقى في الزيت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اسيس فيها برضو اهو. وادي الشكل النهائي اهو بعد ما طلعت البتنجان اللي احنا عملناه، الاكله الجميله ديت. طعمها تحفه والله، وبصوا شكلها تحفه. بس هنا معلش دي محروقه شويه، دي كان المفروض تبقى فاتحه شويه، بس معلش بقى اعتبروها زي دي بالظبط. بس هي كده يعني النهايه، وشكلها جميل زي ما انتم شايفين. ويا رب يكون عجبكم الفيديو ويكون خفيف على قلبكم يا رب. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير رن الجرس يعني عشان يوصلكم كل جديد. واقول لكم ايه، باي باي. باي باي.